أهلا بيكم حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فراخ مشوية بتتبيلة سهلة وحلوة قوي، مفيهاش أي تعقيدات ولا أي حاجة، أي حد ممكن يعملها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. أول حاجة هنجيب بولة، وهجيب كوباية من عصير الطماطم ضربها في الخلاط ونعملها كويس قوي بالشكل ده كده، وهحطه في البولة. وبعد كده هجيب عصير ليمونتين كبار، لو الليمون صغير ممكن تعصري 3، فأنا عصرت 2 لأن الليمون حجمه كبير. بعد ما أعصر الليمون على الطماطم، هجيب عندي بصل مفروم بالشكل ده كده، أحط معلقة كبيرة ومعلقة من الثوم وبتاع معلقتين كده صغيرين من الزيت. وبالنسبة بقى للبهارات نحط بقى الملح والفلفل وبصل بودر وتوم بودر معلقة قرفة. معلقة القرفة دي بتخلي طعم التتبيلة والريحة خطيرة بصراحة، فحطيها جميلة جدا. لو انت بقى مش حباها استغني عنها، استبعديها، مفيش مشكلة. بعد ما عملنا التتبيلة وقلبناها كده مع بعض، الخليط كله اندمج مع بعضه، هجيب بقى الفرخة واتبلها من جوه ومن بره كويس قوي على قد ما تقدري. خلي كل جزء في الفرخة يتشرب بالتتبيلة. انا الحقيقة عندي البولة طلعت صغيرة، فانا هتبلها او هدعكها كده في حاجة كبيرة وارجع لكم تاني، علشان البولة زي ما انتم شايفين مش عارفة اخد راحتي فيها صغيرة. انا بعد ما تبلتها اسيبها بقى في التلاجة لمدة ساعتين، ونروح بقى على البوتاجاز عشان نعمل الحشوة اللي هي الرز بالبصل. هنحط طاسة على النار ونحط معلقة كبيرة حلوة سمنة. لو انت عايزة تحطي زيت حطي زيت، عايزة سمنة وزيت برضو مفيش مشكلة، كله ينفع. تمام. بعد ما ننزل بقى ببصلتين صغيرين او بصلة كبيرة ونقلبها كده. طبعا مش عايزين لونها يغمق ولا اي حاجة، يا دوبك لونها بس يبدأ يدبل شوية. وبعد كده غسلة كوباية ونص من الرز المصري العادي خالص، غسله ومصفياه، وهنزل بيه على البصلة بقى اقلب كده عشان الرز يتغلف بكل حتة سمنة مع البصل، كل الكلام ده اللي يتغلف مع الرز. وهنزل بقى بالبهارات، ملح وفلفل ومعلقة من البابريكا، ومعلقة قصدي من الكركم، ونص معلقة من القرفة حلوة قوي في كل حاجة، أنا ما بستغناش عنها. هقلب كده كله مع بعضه علشان زي ما قلت لكم الرز يتغلف مع السمنة والبصل. بعد كده هنزل المية الكافية طبعا لكمية الرز، مش هنحددها، انت تبع ما الرز عندك يستكفى. وهسيبه كده لغاية ما يتشرب ويستوي، وبعد كده نسيبه يبرد شوية عشان نبتدي نحشي بيه. كده الفرخة خلاص خدت كفايتها، والرز كمان استوى بالشكل ده كده ومفلفل وجميل. هبتدي بقى الفرخة خدتها من التتبيلة قعدت بالظبط 3 ساعات، وبعد كده هبتدي أحشيها. نبتدي بقى نحشي. طبعا الحشوة كلنا بنعرف نحشي الفراخ. الفريك لازم عشان انا بحب الفريك فبقى اخد عليه. الرز لازم اول فريك اي حشوة لازم تبرد، بس انا في الحقيقة كنت مستعجلة فكان لسه عايز يبرد كمان، فانا حشيته، بس دي غلطة بصراحة مني، لازم تسيبيه يبرد خالص. بعيدين بقى خلة، هنبتدي بعد ما حشيناها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، بس تسيبي لها مساحة عشان تقدري تمسكي الجلد وتقفليه، يعني ما تملهاش زيادة عن اللزوم عشان ما تتنفخش، تقدري تمسكيها وتقفليها زي ما انا بعملها كده. هنقفلها كده بعيدان الخلة بالراحة كده عشان الجلد ما يتقطعش. هي سهلة جدا لأن عيدان الخلة ليه سنان فبيخش معاكي في منتهى السهولة. بالشكل ده كده هنقفلها بقى كلها. الباقي أنا قفلته زي ما انتوا شايفين كده، اتقفلت بإحكام كويس أوي. بالنسبة بقى للتسوية، هجيب بقى صينية وأحط بقية الرز اللي اتبقى عندي، هفرده في قاع الصينية وأحط في الفرخة الأمورة دي. وبعد كده بمسحة حلوة من السمنة هندهنها كده بقى عشان تديها كده لمعة حلوة لما تخش الفرن وتستوي، تبقى كده محمرة وبتلمع وجميلة. هدهنها كده. أنا مضايقنا أوي الجناح اللي باين بس ده يا جماعة صدقوني مش دم، ده مطرح ما أنا قطمت. وكده وصفتنا انتهت. باي باي.